أهلا بيكم في الفيديو رقم 2 من سلسلة ازاي اتعلم انجليزي من الصفر. الفيديو التاني النهاردة هنتكلم فيه عن الخطوة رقم 2. وبعد ما عرفت مستوايا دلوقتي محتاج اعرف عدد الساعات اللي انا محتاجها علشان اروح من مستوى لمستوى واحط الخطة اللي همشي عليها. طبعا في جدول كامل عبارة عن مقياس كده مبني على CFR بيعرفني انا محتاج كام ساعة علشان اروح من مستوى لمستوى. لو انا عايز اروح من A1 محتاج كام ساعة عشان اروح ل A2، محتاج كام ساعة عشان اروح ل B1 وهكذا. بعد ما اعرف عدد الساعات اللي انا محتاجها علشان اروح للمستوى اللي بعده ببدأ احط البلان اللي همشي عليها. وطبعا البلان بتختلف من شخص للتاني. في ناس بتقدر ان هي تذاكر يوميا حوالي ساعة او ساعتين، في ناس تانية بتقدر تذاكر اكتر من كده حسب طبعا شغلك ووقتك ونظام دراستك. ولكن البلان دي نقدر نحط فيها معايير اساسيه او شويه حاجات كده ضروريه لازم تكون موجوده فيها، زي ان انت لازم تغذي الليسننج، تسمع كتير، لازم انك تتكلم، تعمل سبيكينج كونفرزيشنز ما بينك وما بين الاي اي او ما بينك وما بين بارتنر شريك معاك او صديقك. لازم يبقى في تغذيه للمهارات دي. المهارات دي مش هتيجي الا بالممارسه، مش هتيجي الا بالبراكتس. يبقى كل ما انا هتمرن اكتر، كل ما انا هسمع اكتر، كل ما انا هتكلم اكتر، كل ما هبدا ازود السكيلز عندي. كل ده هيرفع مهارتي بالتدريج وهيخليني اروح للمستوى اللي بعده، بناء طبعا على المناهج اللي انا بستخدمها. وانا بتكلم هنا على التعلم الذاتي، ان انا بتعلم لوحدي او التعلم بدون اي شخص مساعد. فاحنا بنتكلم على مصادر طبعا مجانيه. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه عشان تشوف بقيه السلسله. سلام.